الرجوع بالزمن، عمرك سألت نفسك هو ممكن فعلا نرجع بالزمن؟ الحقيقة إن في نظرية بتقول إن لو أي جسم سرعته بقت بتعادل سرعة الضوء فمعنى كده إنه يقدر يسافر عبر الزمن، وعشان دي حاجة مستحيل تحصل يبقى الإجابة لأ. بس عارف إيه هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نرجع بالزمن بيها؟ تصميمات الجرافيك. عشان كده في الفيديو ده هنعمل تحدي التصميمات القديمة اللي هي معروفة باسم الفينتيج أو ريترو، وده على حسب ما دورت يعني. فمن غير ما نضيع وقت يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. الماتيريال اللي هنستخدمها في الفيديو ده هي فريم، صورة ورقة قديمة، صورة ورقة متطبقة، جورنان، صورة المنتج اللي هنعلن عنه، وآخر حاجة صورة ورقة مقطوعة. أول حاجة هنعملها هنفتح برنامج الإليستريتور ونختار أداة المستطيل ونعمل مستطيل بالشكل ده، ونروح هنا ونخلي شكل الستروك يكون كده، وبعدها هنغير بيزك دي للشكل ده. ممكن ان احنا نزود السمك بتاع الستروك شوية لحد ما نوصل للشكل اللي احنا محتاجينه، وفي النهاية هيكون معانا بالشكل ده. ودلوقتي هنفتح فايل جديد على فوتوشوب ونخلي الأبعاد بتاعته 1080 في 1080 بكسل وريزولوشن 150، ونتأكد انه معمول على RGB وندوس كرييت. ودلوقتي هنجيب الفريم اللي احنا عملناه على الإليستريتور ونحوله لسمارت اوبجكت قبل اي حاجة ونظبط الأبعاد بتاعته، وهنجيب صورة الورقة القديمة دي ونحطها ونظبط الأبعاد بتاعتها بالشكل ده. ودلوقتي هنحددها من select subject وهنلاقيها اتحددت معانا بالشكل ده، وبعد كده نعمل لها ماسك. ودلوقتي هنظبط الأبعاد بتاعتها من كنترول تي ونعمل select بالماوس ونحرك واحنا دايسين على كنترول عشان نزود العرض بتاعها شوية بحيث انها تغطي الفريم كله. وبعد ما نخلص هنخليها تحت اللاير بتاعة الفريم. هنروح دلوقتي نجيب الاوفرلاي بتاعة الورقة دي ونحطها ونغيرها لسمارت اوبجكت، ونغير في البلند مود بتاعها لمالتيبلاي. ودلوقتي هنغير لونها عن طريق ان احنا هنعمل سوليد كالر ونختار اللون اللي احنا عايزينه. ويفضل في نوعية التصميمات دي اننا نختار الوان باهتة شوية. وبعد ما نخلص هنروح نجيب صورة الورقة اللي فيها قطع دي، ومن أداة الماجيك وند تول هنحدد اللون الأورنج وندوس شيفت وسلكت عشان نحدد معاها الحتة اللي باللون الأبيض دي كمان. وبعد ما نخلص هندوس على ماسك، ودلوقتي هنحطها فوق ونبدأ نظبط في الأبعاد بتاعتها ونجيب صورة الجورنان. ودلوقتي احنا عايزين صورة الجورنان تكون مكان اللون الأورنج في الورقة. هنحدد اللون الأورنج من الماجيك تول ونعمل ماسك على اللاير بتاعة الجورنان وهنلاقيها اتحولت معانا بالشكل ده. ولو عايزين نغير لون الجورنان هنعمل سوليد كالر ونختار اللون اللي احنا عايزينه. انا مثلا هختار اي درجة من درجات الازرق، ونخلي البلند مود بتاعها ملتبلاي. دلوقتي هنعمل ميرج الرين بتوع السوليد والجورنان، ومن فلتر نختار بلور ومنها نختار الجازيان بلور ونشوف القيمة اللي هتبقى مناسبة معانا وندوس اوكي. طيب دلوقتي عايزين نكرر نفس الشكل بتاع الجورنان ده بس تحت. عشان نعمل كده هنعمل ميرج لكل اللاير اللي عملنا بيها الجورنان عن طريق اننا نعمل لهم سمارت اوبجكت وناخد كوبي منها من كنترول جي ومن كنترول تي وكليك نختار فليب فيرتيكال. بعد ما نظبط الابعاد بتاعتها هنحدد من المستطيل الحتت اللي احنا محتاجينها بس ونعمل لها ماسك بالشكل ده. ودلوقتي هنجيب المنتج اللي معانا وهو سبيروس باتس وهنقصها بأداة البين تول. ولو مش بتعرف تستخدم أداة البين تول أنصحك تتفرج على الفيديو اللي هيظهر فوق دلوقتي، بس طبعا بعد ما تشوف الفيديو ده. بعد ما نخلص هندوس كليك بالماوس ونختار ميك سيلكشن وندوس اوكي ونعمل ماسك عشان نقصها. هنعمل 2 كوبي منها من كنترول جي ونبدأ اننا نحرك ونظبط الابعاد بتاعت كل واحدة منهم بالشكل ده، وهنحطهم كلهم في جروب من كنترول جي عشان التحكم يبقى اسهل. ودلوقتي هنغير لون الازازتين التانيين عشان يبقى كأنهم بأطعم تانية، وهنعمل ده من الهيو ساتوريشن ونتأكد انهم كالرايز.
ونبدأ نغير في القيم بتاعتهم لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. وطبعا مننساش نكون عاملين كليب ماسك، وده هيكون شكلهم بعد ما نخلص. ومن البين تول هنبدأ ان احنا نرسم شكل عشوائي على جنب كده، ونخلي الفيل بتاعه باللون الأصفر الفاتح مثلا. ودلوقتي عايزين نكرر الشكل ده أكتر من مرة بشكل دائري، ودي تركات اتكلمنا عنها بالتفصيل الفيديو اللي فات، ممكن تشوفها بعد ما نخلص الفيديو ده برضه. بس سريعا كده من أداة المسطرة هنشد خط بالطول وخط تاني بالعرض، ونخليهم هما الاتنين يتقاطعوا مع بعض في النص على قد ما نقدر، وهنعمل كوبي من الشكل. وهنعمل دلوقتي سيلكت بالماوس على التقاطع اللي في النص واحنا دايسين على Alt. دلوقتي هنلاحظ اننا لو عملنا ريفليكشن هتلاقيه اتحرك معانا بالشكل ده. المهم هنروح على الزاوية ونكتب 360 على عدد التكرارات اللي احنا عايزينها، واللي هي 4، وندوس على انتر مرتين. وفي النهاية هيكون معانا بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي اننا نشيل الزيادات بنفس الطريقة اللي فاتت. دلوقتي هنحول الجروب بتاع الأسايز لسمارت اوبجكت، ومن edit نروح على فلتر جاليري ونختار الستايل بتاع الكات اوت، ونبدأ اننا نظبط في الاعداد بتاعته بالشكل اللي نشوفه مناسب. ووظيفة الفلتر ده انه بيحسسك ان الحاجة كأنها مرسومة شبه التصميمات القديمة كده. ودلوقتي هنشيل الكليب ماسك من على اللاير بتاعة الورقة ونخليها فوق، ونحدد باقي اللايرز ونعملها في جروب، ونعمل تكتشر الورقة كليب ماسك عليهم. ودلوقتي هنجيب الصورة دي وطبعا هنظبط الأبعاد بتاعتها، ونغير في البلند مود بتاعها لمالتيبلاي. ولو حاسين ان التأثير قوي ممكن نقلل الأوباسيتي شوية من هنا. وانا حاسس ان الديزاين بقى غامق شوية، فممكن ان احنا نفتحه من الكيرفز. دلوقتي هنضيف التكست، وده الفونت اللي انا هكتب بيه. ممكن بعد ما نخلص التكست اننا نضيف ستروك باللون الاسود كده. ونكرر نفس التأثير على الجملة التانية. وممكن كمان نخلي الكلام اكنه ممسوح شوية من اداة البلند اف. بعد ما نخلص هنخلي كل اللايرز سمارت اوبجكت عشان نعمل عليهم الكاميرا رو فلتر. هنبدأ ان احنا نظبط فيهم شوية حاجات، واهم حاجة نعملها هي ان احنا نزود الجرين، نخلي قيمته مثلا 28 او 30، وده هيكون الشكل النهائي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وقدرنا نرجع بالزمن في التصميمات. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.